ابنك بيكسر كل لعبه وبيدمر كل حاجة في البيت. قبل ما تتحولي افتكري كام مرة كسرت حاجة او دمرت حاجة وانت صغيرة. دي لوحدها هتخليكي تهدي شوية. حتى لو كنت وانت صغيرة طفلة كيوت مش بتدمر ولا بتكسر، على الاقل هتفتكري ولو حاجة واحدة بس كسرتيها من غير قصد، وممكن كمان برضو يكون هو كسرها من غير قصد. وقتها تتكلمي معاه بالراحة وتفهميه ازاي يتعامل مع الحاجة دي او يستخدمها بشكل صحيح. طب بقى لو كان بقصد، نلسوعه ونريح دماغنا ولا نسيبه يخرب ويدمر عشان يطلع باشمهندس قد الدنيا؟ هنحدد الاول السبب اللي خلاه يكسر الحاجة دي او يبوظها او يفكها. كان بسبب غضب ولا عند؟ لو غضب هناخد من ايده الحاجة اللي كان بيكسرها ونسيبه يهدى خالص، وبعد ما يهدى هنشوف ايه كان سبب الغضب ونحاول نعالجه. لو كان عند هنتكلم في فيديو جاي ان شاء الله عن عناد الطفل. بس اهم حاجة دلوقتي اتعاملي بهدوء وبعقل، وخلي بالك العند بيولد عند. طب لو كان الطفل بيحب الاستكشاف والفك والتركيب، هنشجعه على ده ونعرفه اننا ممكن نستبدل الحاجات المهمة دي بحاجات تانية زي المكعبات والبازل والميكانو والعاب الفك والتركيب. وممكن كمان نجيب افكار لالعاب زي دي من على النت وتعملوها سوا، وتشجعيه كمان على اعادة ترتيب البيت واوضته، وده طبعا بيبقى على حسب سن الطفل. كده يكون انتهى الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. يا رب يكون علمي ينتفع به. وما تنسوش في اخر الفيديو تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وشكرا.